وفي هذا اللقاء يعني ظهرت لي جوانب متميزة ونادرة في شخصية الأستاذ فتح الله. أولا تواضعه الجم، والتواضع شأن العلماء. كلما رأيتنا أن الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا، كالشجرة التي كلما ازداد حملها وازداد يعني ما تحمله من فواكه ازداد أغصانها دنوا إلى الأرض. فرأيت هذا في شخصه. ثم رأيت دأبه الشديد على المطالعة وعلى الدراسة والتدريس. نعم، أنا أقول له: أهنئك على هذا الذي أقامك الله عز وجل فيه، بل أهنئك على عظيم محبة الله سبحانه وتعالى لك. ولولا هذه المحبة لما سيرك في هذا الطريق، ولولا محبة الله عز وجل لك لما جعل جهودك مثمرة ترى آثارها في حياتك. نعم، فأسأل الله سبحانه وتعالى لك مزيدا من التوفيق، وأسأل الله عز وجل لك العافية التامة حتى تزداد سيرا في هذا الطريق الذي ينعشك ويطربك، والذي هو مظهر من مظاهر محبة الله عز وجل لك.